لا تنسوا يدخل الإعجاب اليوم بالفيديو ويشارك في والاشتراك في القناة القناة. ليصلك كل جديد. وشكرا. أبطال آسيا طبعا بعد مباراة جولتين اليوم فقط الماضية، الأهلي وبعد السعودي وضعية توقفت من خلالها في المنافسات منذ فترة مباراة طويلة، الأمور الآن لدوري تعود من أبطال جديد إلى أرضية آسيا الملعب، للنخبة. والوضعية سيستضيف من خلال هذه المجموعات التي الشرطة فاجأت العراقي. هما طبعا الأهلي السعودي. مباراة خارج الشرطة الدوري العراقي يبدأ مواجهات اليوم أساسيا، لكن يؤمل فيها خيارات عبد الأهلي الغني الشهد تحقيق نتيجة جاءت إيجابية. يبدأ طبعا تشكيلته، الخيبة سنتعرف عليها بعد هذه وهي المحاولة ملعوبة خيبة داخل منطقة الدوري. المجموعات الأولى طبعا في دوري هو في أبطال المركز آسيا. عبد الغني الشهد يوزع كرة في بمحاولة المنا... رأسية جاءت عن طريق عمر المراكز السومة، الوسطى لم يسجل تقريبا الأحمر الأخيرة. الصربي طبعا بتوصية من بلادان، يلعب ونتمنى أن الركنية نحقق الرأسية نتيجة إيجابية تأتي طبعا إلى خارج في أرضية الملعب، ركلة مرمى دوري سجل أبطال أوروبا يبحث أو عن محمد عفوا مظهر، دوري كرة أبطال بمحاولة آسيا داخل منطقة للنخبة. الجزاء اشترك رأسية. ليصلك أخبار الأهداف والملخصات. وشكرا. تصدي للتاريخ من محمد العواس وردة فعل خرافية خرافية. شوف الكرات الماضية، يا الله يا الله على ردة الفعل، وكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب في هذه البطولة باللاعبين العراقيين. كرة بمحاولة ركلة مرمى. يدخل الأهلي تدريجيا إلى أجواء المواجهة، ويدخل الشرطة أيضا داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. اللقطة الماضية كانت عن طريق مازن فياض، وكرة فياض لاعبا لنادي الشرطة، كرة من مسافة بعيدة وتسديدة لتبديلها الأول اضطراريا، يجري تبديله الأول اضطراريا. كرة نادي الشرطة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا زالت المحاولة خطيرة، لكن أيضا بعد محاولة من كرة خطيرة جدا العويس من جديد. العويس مرة أخرى العويس يتصدى للمحاولة الماضية، هذه المرة مين يتقدم في الكرة الماضية ويصل إلى المرمى؟ مروان، أو هذا كرار عامر. أوه يا كرار والعويس من جديد، العويس من محاولة من الجهات اليسرى، عرضية في منطقة الجزاء، وصلت إلى عمر السومة، لكن باسل في المكان المناسب. أحمد باسل. الشرطة لعب مباراة، الشرطة تعادل مع الاستقلال، والأهلي فاز على الاستقلال. كرة بتسديدة من مسافة بعد. صافرة موجودة وخطأ. مطالبة يتركها إلى عمر السومة، ماركو عمر سجل، لكن كرة اصطدمت. شكرا خالد، شكرا لضيوفي. نواف شكر الله الحكم الدولي البحريني. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، العويس الآن لمصلحة نادي الشرطة، ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية في المرة الأولى وفي المرة الثانية. سعد عبد الأمير يلعب الكرة، لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب. ركنية أخرى، هذه الثانية أيضا بالضبط، ركنية ملعوبة، تصدي وإبعاد لا زالت مستمرة عن طريق مازن فياض، لا زالت مستمرة. عرضية في منطقة في هذه المجموعة، كرة بمحاولة ملعوبة الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء وجري، محاولة لمصلحة الشرطة، ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية، لكن كرة رأسية من كرار عامر. هذه المحاولة والكرة الماضية والرأسية من كرار عامر، واهتزت شباكها 100 مرة. كرة بمحاولة الآن بتسديد صاحب ال 23 سنة، هذا الرجل بعد الاصطدام اللي كان ما بينه وما بين سعد ناطق، يمتلك كما ذكرت في سجلاته 7 مباريات دولية مع المنتخب. محاولة ملعوبة أمامية الآن، باسم فياض ينطلق من الجهة اليمنى، عرضية محمد العويس لمصلحة الشرطة، كرة من هذه المسافة تسديدة، لكن ويتسس هي من تنوب عن محمد العويس بعد محاولة الآن بمحاولة ركنية ملعوبة داخل المنطقة رأسية خطيرة. في هذه المرة العارضة هي من تنوب عن محمد العويس، بعد محاولة خطيرة جدا لمصلحة نادي الشرطة، وبراسية يبدو سعد ناطق ملعوبة على مشارف منطقة الجزاء، توغل دخول، لمسة خطيرة، فرصة.
تدريجيا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.